عليكم ورحمة الله حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. عملت لكم النهارده التشيز كيك يا جماعة بطريقة سهلة جدا جدا، وخاماته موجودة في كل بيت. وبصوا يا جماعة الموضوع عامل ازاي، بيقطع معانا ازاي، وهش جدا وحاجة تخطف العقل. يلا نبدأ الوصفة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يوم جديد من أيام شيف منصور للطبخ يصول، وهنعمل النهاردة تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة مبسطة جدا وخامات بسيطة وداعا لغلاء الأسعار. المقادير اللي معانا النهارده، معانا 5 ورقة جيلاتينة بتعادل 20 جرام، بنحطهم في قلب اي حاجة عندنا غويطة، وبنجيب كوباية مية باردة وبنحطها عليها. دي الجيلاتينة الورق، ولو انا عندي جيلاتين بودرة بنعمل نفس الطريقة ونحطها على النار. دي هنسيبها لمدة 7 دقايق هتطرى معانا، وهنقول لكم هنعمل فيها ايه. الحاجة التانية اللي معانا النهارده 1 كوباية مية دافية، تمام. وهناخد 1 باكو جيل القمر ده، وهنروح فاتحينه كده اهو، ونحطه على النار مع التقليب بتاعنا اهو. وده يتحط على النار. اول ما يغلي هنرفعه عشان اللي هنجلس بيه التشيز كيك بتاعنا. كده عملنا الجيلاتين وعملنا الجيل اللي هنجرنش بيه. ربع كيلو جبنه قريش وعليها نص كوبايه حليب. الجبنه دي بدون ملح خالص يا جماعه. 1 كوبايه سكر بودره يعادل 200 جرام. ربع كيلو كريم شانتيه بيعادل كوبايه ونص. معايا بشر ليمون، عصير ليمون، الحشو فراوله قطع. ونبدا الوصفه بتاعتنا على بركه الله. الجيلاتينه بتاعتنا اللي احنا بليناها اضطرت اهي، بننزلها في الكزرور عشان هنحطها على النار اهو. بتتحط على النار وبنسيحها بالطريقه اللي هتشوفوها دي حضراتكم اهو. انتوا عارفين ان الجيلاتين ده جيلاتين نباتي يا جماعه، وغليظ ومش عايزينه ايه. مجرد ما الميه بتاعتنا تسخن كده هنبتدي اهو. بص الفتك معانا اهو، 30 ساح معانا كده، بنصفيه اهو. طبعا كوبايه الميه وباكل جيل الفراوله على النار اهو. وخلاص الجيلي مجرد ما يسخن معانا هننزله من على النار ونبرده، عشان ما ينفعش نحطه على الوصفه وهو سخن. وادي طبعا الجيلي جاهز معانا اهو، اللي هناخده على وش التشيز كيك بتاعنا. ده لازم هنحطه في التلاجة، مش عايزينه يجمد، بس عايزينه يبقى بارد كده وكريمين عشان نقدر نشغله. وادي الجيلاتين بتاعتنا برضو هنسيبها تبرد اهي، وهنبتدي نضرب الوصفة بتاعتنا. اول حاجة بننزل بالجبنة بتاعتنا اهي. بسم الله حبيبي يا رسول الله. قدام حضراتكم اهي الجبنة القريشة اهي، وادي السكر اهو. كده نزلنا بالجبنة والسكر مع بعض. وهننزل كده ناخد الجبنه بتاعتنا كده بالفورمه بتاعت اللي بنعمل بيها البطاطس، نبتدي نجنسه كده مع بعض اهو زي ما حضراتكم شايفين، عشان الجبنه دي عايزينها بقى تبقى جبنه كريمين ان شاء الله على بركه الله اهو. اول ما الجيلاتين بتاعتنا خلاص دخلت على بردان، هننزل بالجيلاتين بتاعتنا اهو. وهنجيب الهاند بلندر بتاعنا بقى عشان ايه يدينا بقى الموضوع ده، يديني كريمين 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 اهو. هنستمر لحد الخليط ده بتاعي ما يبقى عبارة عن كريمة، وتبقى جبنة كريمين، وتبقى حاجة عظمة عظمة عظمة. وكده هنضرب الكريمة بتاعتنا. ادي كوباية مية وعليها كوباية كريم شانتيه اهو زي ما حضراتكم شايفين، وهنضرب الكلام ده كله مع بعض. الكريم شانتيه ادي القوام بتاعها، كوبايه كريم شانتيه وكوبايه ميه اهو. كريم شانتيه بدون سكر بنديها نص كوبايه سكر بودره، او لو بسكر بنديها الميه فقط لا غير. وهنا طبعا يا حضرات جبنا البسكوت وطحناه بالطريقه القمر دي عشان نعمل الديسك بتاع التشيز كيك بتاعنا. وادي الزبده اهي، هنرفع الزبده بتاعتنا على النار اهو. بسم الله. اول ما الزبده بتاعتنا تسيح بتاعتنا، اول ما ساحت نزلنا عليها بالبسكوت بتاعنا وبنقلبه كده عشان ياخد الحراره بتاعتنا. وطبعا يا حضرات انا لفيت ده بستريتش فيلم اهو من فوق ومن تحت، بلفها كلها وباجي من هنا واروح انا ثاقب من فوق، واروح ايه مغطي وشها كده عشان خاطر السوائل بتاعتي ما تخرجش من الجناب بتاعتي اهو. يبقى انا عايز اغطي من جنب واحد اهو. طب اغطي طبعا البسكوت بتاعي والزبده خلاص اهو. اروح موزعه الموضوع ده كله، كل واحده هتاخد معلقه اهو. ولو فاض مني هزود، ما فاضش مني ببتدي يا حضرات اوزع الكلام ده كده بظهر المعلقه كده اهو، لحد ما تخش في الجناب بتاعتي وتتساوى. وهحطها في الفريزر لمده نص ساعه عشان كل ده يتجانس مع بعضه، عشان لما اجي احط الخليط بتاعي اللي انا عملته ما يخرجش معايا، وما تلاقيش البسكوت ده عام على وش التشيز كيك اهو.
هندخله الفريزر لمدة نص ساعة، وبعد كده هنغرفه يكون كملنا مع بعض الخلطة بتاعتنا على بركة بشر الليمونة. وبعد ما ناخد البشرة هناخد العصير بتاعها. وادي حضرات الكريمة بتاعتنا اهي، وده الابراي اللي احنا عملناه اللي هو السكر والجيلاتين والجبنة. هننزل هنا بالليمونة بتاعتنا كده، هنجيب السوائل دي كلها تنزل بيها هنا. عندي بقى شوية فراولة فريزيان موجودين عندي من رمضان، طلعتهم اهو. وطبعا كل شيء احنا بنشيله هنحتاجه والله العظيم اهو، هنقطعه كده عشان نرميه في قلب الخليط بتاعنا واحنا بنغرفنا يا حضرات. طبعا بعد ما ضربنا يا حضرات بنجيب كيس الكريمه كده اللي احنا هنغرف بيه، بنجيب اي حاجه عندنا عشان نثبته كده اهو. حبيبي يا رسول الله، عشان عايز انزل الخليط ده بالكيس الكريمه، وهنزل كده. وجبنا كده الفراوله هنرميها تحت كده في الارضيه اهو، بسم الله اهو. كل واحده كده تاخد 3 حبايات كده اهو. طب انا مش عايزه فراوله، عايز اعمل بتوت، اعملي يا ست باللي انت عايزاه. عايز اعمل بلوتس، حط لوتس يا عم الحاج، اللي حضرتك عايز تعمله اعمله. انا النهارده بديك البيزك بتاع الشيء وحضرتك براحتك. هاجي هنا بقى اروح معبي كده، هاجي في النص اهو. طب ليه عملته في كيس الحلواني؟ عشان خاطر كل فورمه تاخد شغل بالتساوي، وما بيبقاش فيه زروطه في الحروف ولا اي شيء يضايقنا. هنا بالتعبئه الكميه جابت لي ال8 فرم القمر. بنيجي كده بظهر المعلقه بتاعتنا ونعمل له عمليه تجليس كده من فوق. والمعلقه طبعا خاطر عشان خاطر تجلس معانا كوبايه ميه دافيه كده، ونحطها ونوديها عشان تعمل معايا لجلاسيك جميل اللي حضراتكم هتشوفوه ده. هيقعد في الفريزر بتاعتنا او التلاجة. لو تلاجة هيقعد 4 ساعات، لو فريزر هيقعد ساعتين. هنعمل ديكور للتشيز كيك بتاعنا. جبنا قطعة شوكولاتة وقطعناها على حمام بخار اداني السيحان ده. ودي يا جماعة ما يجيش فيها مية، انا عايزها شوكولاتة خام. هنيجي هنا نحط شوية هنا كده اهم اهو. عندنا احنا عايزين 8 قطع اهو. الشوكة بتاعتنا كده هنيجي بص نعمل كده اهو. هيديني كده سحبة المشط القمر دي اهو. ودي لو ما ظبطتش معانا نعيد عليها تاني اهو. ده شويه فرماسيل كده مذهب بناخدهم على وش الشغل كده، عشان زي ما انا قلت لكم الشيف منصور بيحلل حلو. هندخل دي التلاجة تسقع وهد معانا يا حضرات بالطريقه دي. بصوا صباعنا ما بصمش ازاي. هنبتدي بقى نفك الاسترتش ده فيلم عشان لما نديه الجيلي بتاعنا ما يدينيش ما يفضلش يتبهدل مننا ويتبصم مننا اهو. انتهينا من شلنا الاسترتش فيلم. بصوا بقى عندني هنا عامل ازاي من تحت اهو. كده الجيلي اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو اهو بنحطه في التلاجة، ومع التقليب ما بنخليهش لا سايل ولا متماسك قوي اهو. وبعد كده بنحطه على وش التشيز كيك زي ما حضرتك شايفه كده. وكده انتهينا يا حضرات من تشكيل الجيلي على فوق التشيز كيك. هندخله بقى التلاجة لمدة ساعة وهنقدمه مع بعض. انتم شايفين بسم الله حبيبي يا رسول الله اهو. بصوا الموضوع عمل ازاي، شد معانا. ونحط ايدينا هنا ما يبصمش. وجي انا اي علبة عندي كده جميلة زي القمر، عايز اخرج القمر ده من هنا، بروح جاية كده بروح دايسة كده من فوق، بتخرج معايا زي القمر كده زي ما حضرتك شايفة ست الكل. الموضوع سهل جدا وبسيط. هنحطه في طبق التقديم ونجيب التانية كده اهو. بصوا الموضوع عامل ازاي اهو. اهو ندوس تحت هتخرج معانا قمر كده اهو. بسم الله حبيبي يا رسول الله. وعملنا احلى تشيز كيك وعملنا شغل جامد قوي مع نفسنا. شايفين غرفنا القمر. بصوا يا جماعه الموضوع عامل ازاي والله العظيم، ولا الجاهز واحلى من الجاهز كمان. عملنا تشيز كيك بطريقه اقتصاديه وطريقه بسيطه. والرجاء اللي عند حضراتكم، ودي بقى الشوكولاته اللي احنا عملناها عشان زي ما قلنا الشيف منصور بيحلل حلو بسم الله ما شاء الله اهو. بنرشق دي كده في النص كده بتديك شكل جمالي حلو قوي. نهايه طبعا وصفه التشيز كيك دي كانت نهايه وصفتنا. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو لاكبر عدد ونعمل لايك والكومنتس اللي انتوا عايزينه على راسي وعلى عينيا. اي حاجه عايزين اعملها لكم. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.